مساء الخير عليكم عشاق النادي المصري في كل مكان. بلا شك ان الدوري على الابواب وباقي بالظبط 8 ايام المصري اول مباراة الاتحاد السكندري. بس لغاية دلوقتي ملامح الصفقات مش باينة خالص. ربما يفاجئنا مستر كامل ابو علي بالصفقات خلال الايام القادمة، خصوصا اللي احنا عملنا يعتبر صفقتين مش اربعة، اللي هو الساعي وطمين ده ولا اللي هو الجزائري، وفي اتنين اصلا رجعوا لك. هما كانوا اصلا عندك الايمن منصور وزياد فرج، والاتنين اصلا اللي هما رجعوا يعني يعتبر ما كانوش على قد المستوى. يعني زياد فرج ما شفناش حتى جاب جون مع بتروجيت او حاجة زي كده. هما اللي رجعوا، خصوصا ان احنا استغنينا ما يقرب من 10 او 12 صفقة. يعني كان المفروض اللي احنا نأمن على الصفقات من بدري، خصوصا ان كل الفرق جابت صفقات وعلى اعلى مستوى. احنا يا دوب يعتبر صفقتين، ومش شايف ملامح للصفقتين. والاتنين التانيين زي ما قلت اصلا احنا كنا مطلعين اعارة ورجعوا ومش على قدر المستوى، اللي هو زياد فرج وايمن منصور. خصوصا كمان يعني كان المفروض اللي احنا ما نستغناش عن الكمية دي كلها، غير ما نشوف بقى الصفقات اللي احنا هنجيبها. يعني الصفقات اللي احنا هنجيبها ونركز عليها، لان ما عادش فيه وقت. والدوري السنة دي هيبقى دوري صعب، دوري صعب. احنا يعتبر ما جبناش حد، ونفس الفرقة اللي هي بتاعت السنة اللي فاتت هي نفس الفرقة اللي هي خسرت جميع البطولات. فالمفروض السنة دي نجدد بأقل حاجة، خصوصا ان احنا استغنينا على 12 لاعب. أقل حاجة نجيب 8 صفقات، يعني مثلا 5 مصريين وثلاثة أفارقة. لغاية دلوقتي احنا ما جبناش إلا لعيب أفريقي، ومش مش باين أي ملامح. ما كناش بقى استغنينا عن جون أبوكا، كان هيبقى راس حربة، خصوصا ان تقريبا ما فيش راس حربة مع صلاح محسن، كله استغنينا عنه. كله استغنينا عنه، حتى بابا باجي استغنينا عنه، وجون ابوكا واسمه فخر الدين بن يوسف. يعني مفيش راس حربة معاه. فلازم مستر كامل ابو علي يسرع انه يعني على الاقل راس حربة جديد مع